الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، وضمن الاستعدادات لمباراة البنك الأهلى يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدور الثاني. في اللقاء المقرر يوم الاثنين القادم شارك الونش في مران الزمالك اليوم، وبعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب، وبعد أن غاب عن لقاء المصري البورسعيدي الأخير، شارك اليوم في المران بصورة طبيعية. وفي نفس سياق تدريبات اليوم، واصل أحمد الجفالي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق، حيث يخضع الجفالي لبرنامج علاجي في ظل إصابته في العضلة الأمامية منذ فترة، حيث يعمل الجهاز الطبي على تأهيله بالشكل الأمثل كي يعود للمشاركة في المباريات. في أسرع يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة البنك الأهلي يوم الاثنين القادم في بطولة الدور العام، وضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدور الثاني من عمر مسابقة الدور العام. يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي بيسيرو. المدير الفني للفريق استقر على استمرار ناصر منسي مهاجم الفريق في قيادة هجوم الفريق في المباراة القادمة، ويري بيسيرو أن ناصر منسي هو الأنسب لقيادة هجوم الفريق في المباراة القادمة، نظراً للمستوى الذي يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة. ومع تراجع مستوى التونسي سيف الدين الجزيري، تبدو فرص منسي هي الأقوي للتواجد كمهاجم أساسي في المباراة القادمة. وجود مفاوضات حاليه من جانب مجلس أداره الزمالك مع أيوب العملود لاعب نادي بيرسبوليس الإيراني، واكد على أن تلك المفاوضات بناء على رغبة من جانب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء أدي في تدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق. وشدد على أن العملود حاليا ينتهي تعاقده مع النادي الإيراني بنهاية الموسم الحالي، ويرغب المسؤولون بالأبيض بضم اللاعب بصفقة انتقال حر، ويرغب مسؤولو الفارس الأبيض بالتدعيم بأكثر من مركز حالياً، وعلى رأسهم مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن والأيسر وخط الهجوم.